السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصحابي الحلوين عاملين إيه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل لكم حلقه جميله جدا جدا جدا. حاجه كان طبعا قلت لكم ان انا هعملها. غرفه باربي. غرفه طبعا في البيت الجديد، هي طبعا من صنع اختي الصغيره اللي مش عارفه اقول لها ايه. انا بقول لها شكرا جدا ليكي على مساعدتك الجميله ليا. فطبعا النهارده الجوله مختلفه تماما 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 عن الحلقات اللي فاتت. الجولات اللي فاتت كان في غرفه سكيبر وغرفه تشيلسي، فاضل طبعا غرفه ستيسي لسه ما عملناهاش. بس الغرفه دي مختلفه تماما، وانتوا عارفين باربي طبعا غاليه علينا كلنا، فلازم نعمل لها حاجه جميله. حاجه طبعا جميله جدا زيها زي ما انتم شايفين اهي. هي بترحب بيكم طبعا. دلوقتي طبعا بتقول لكم تعالوا اتفرجوا معايا على غرفتي الجميله. طبعا غرفه مختلفه تماما في كل شيء، في السرير، في شكله، في الكومودينو، في التسريحه، في الديكورات الجميله، الكتب واللابتوب بتاعها والبيانو بتاعها وكل حاجه، والصور الجميله بتاعه باربي زي ما انتم شايفين. ادي باربي بتاعتنا، الصوره بتاعتها، وباربي طبعا الاصليه بتاعتنا، الصوره الاساسيه بتاعتها والحقيقه. يبقى دي الصوره ودي الحقيقه زي ما انتم شايفين. فاحنا دلوقتي هنعمل لكم جوله جميله جدا في غرفتها الجميله. دلوقتي طبعا لازم نشيل باربي دلوقتي على جنب، وهوريكم الاوضه كلها. ده هنبتدي طبعا بالسرير بتاع باربي زي ما انتم شايفين اهو. ده طبعا السرير بتاعها. سرير طبعا عادي جدا معمول، هقول لكم دلوقتي معمول ازاي. طبعا انا عندي هنا، طبعا انا قلت لكم ان انا الفتره اللي فاتت دي كنا بنعمل الحاجات بتاعه الغرف بتاعه سكيبر وباربي وتشيلسي وكده، وطبعا الحاجات اللي باقيه بالفوم التخين زي ما انتم شايفين اهو. ده فوم زي ما انتم شايفين سميك، بيتباع في اي مكتبه طبعا، بس لازم مكتبه كبيره شويه تكون عندها الحاجات كلها، الفوم والورق الحائط والحاجات اللي بتتلزق والحاجات الفوم الجليتر والفوم الساده، لازم يكون متوفر عندها كله. وتسالوه على الايه، الفوم الساده العريض تخين كده زي ما انتم شايفين كده. ان في منه رفيع خالص والسمك بتاعه رفيع، ده مش هينفع معانا، عشان الرفيع والخفيف ده بيحتاج ان هو يتلزق على كرتونه زي ما انا عرفتكم قبل كده في الحاجات التانيه. لازم يتلزق على كرتونه عشان يبقى سميك وماسك نفسه. انما ده بقى بصوا هو تخين ازاي، العرض بتاعه تخين، السمك بتاعه زي ما انتم شايفين كده تخين ازاي، فبيستحمل معايا لما باجي اقصه والزقه في بعض يعني بيبقى مش محتاج كرتونه ولا حاجه، بيلزق في بعضه عادي ويديني الشكل اللي انا محتاجاه. احنا عندنا هنا السرير معمول بفوم اصفر زي ما انتم شايفين اهو، برده نفس النظام، الفوم التخين اللي هو العريض ده السميك. طبعا قصيناه بالشكل ده كده اهو، كده زي ما انتم شايفين كده. ده الجنب ده الوش بتاع السرير او ظهر السرير حاجه زي كده بالطول لحد تحت، والنازل عادي ساده عادي اهو. اوريكم اقلبه من ورا واوريكم شكله عامل ازاي اهو. ده كده شكل السرير، الرسمه بتاعته اهي زي ما انتم شايفين اهو. وده ايه الوش بتاعه. طبعا هي معمول زي ما انتم شفتوا كده، من فوق معمول بالشكل ده كده، ومن تحت طبعا زي المسطره عادي. وده فوم جليتر زي النبي بس مش اكتر، يعني ده فوم جليتر فضي. جبنا خط كده وخط كده وخط كده، وعملنا بس الشكل ده عشان يدينا بس شكل جمالي في السرير. وطبعا هنا دي علبه كرتون لونها ابيض زي ما انتم شايفين اهو، اوريكم شكلها اهي من تحت ابيض في ملون اهو، بس دي كرتونه عاديه بتاعت علبه حاجه يعني. فدي طبعا يعني ساعدتنا في ان هي لونها زي ما انتم شايفين ابيض في مدي الوان زي ما انتم شايفين، مدي شكل جميل جدا للسرير. فاستغلينا العلبه، ما رضيناش نرميها، قلنا لازم نعمل بيها حاجه. فالعلبه كانت طويله شويه، فادتنا شكل طبعا ان السرير برضه لازم يبقى طويل، ان برضه عروسه طويله وكبيره مش زي ستيسي ولا تشيلسي ولا كده، فلازم لها سرير كبير. فاحنا زي ما انتم شايفين عملنا السرير ده، الظهر بتاع السرير زي ما انتم شفتوا، ودي علبه كرتون لزقنا فيها في الفوم كده في بعضه، حطينا شمع من اللي بيلزق ده بتاع مسدس الشمع، لزقناه من تحت ولزقنا كرتونه فيه زي ما انتم شايفين كده. ده ايه السرير بالجنب اللي في الوش كده، والجنب التاني زي ما انتم شايفين برضو فوم عريض، فوم ساده بس اللي هو السميك اللي انا قلت لكم عليه. جبنا قطعه ورسمناها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين مربع عادي جدا، ولزقناها برضو في الكرتونه من جوه كده، حطينا شمع على الكرتونه ولزقنا عليها الجزء ده. طبعا عشان بس تدي شكل جمالي حطينا عليها فوم، ده فوم تاني ده يعني ده السميك، وده الخفيف اللي هو الجليتر العادي. قصينا حته نفس السمك بتاعها بتاع المربع وحطيناها عليها بالشكل ده كده، فادينا شكل السرير زي ما انتم شايفين اهو. ندخل على تاني حاجه. تاني حاجه عندنا هنا الكومودينو بتاع باربي. الكومودينو ده عادي ما بيتفتحش ولا حاجه، دراج، ده شكل بس كده. ده فوم قطعه مربعه، وبعدين جبنا من الجناب قطعه من هنا وقطعه من هنا ولزقناهم، وبعدين من الوش قطعه تانيه كده، وبعدين قطعه مربعه مستطيله بالشكل ده عملناها قطعتين قد بعض. ده ايه الدرج بتاعنا، يعني القطعتين اللي بره بارزين اللي بره دول قطعتين عاديين لازقين على الكومودينو نفسه اللي احنا عاملينه اهو بالشكل ده، قطعه تحت وقطعه فوق بالشكل ده. وهنا خرزايه من هنا وخرزايه من هنا، وجبنا الخرز نفس لون الحيطه زي ما انتم شايفين، لونه بامبا محمر كده شويه، فادتنا شكل كأن ده ايه كومودينو وليه دراج. طبعا هنا هندخل على اللي بعد كده. ده شكل المنبه، بصوا بالشكل ده. هو برده ده فوم عادي، فوم ساده اللي هو التخين، قطعه رفيعه. هوريكم اقلب لكم الايه الكومودينو عشان هو احنا لازقينه عليه بشمع عشان مفيش حاجه تقع، هو منظر بس شكله جميل جدا زي ما انتم شايفين اهو. قطعه فوم مدوره، قطعه مدوره كده بالشكل ده، لزقناها بالشمع، يعني هي كانت طويله شويه والسمك بتاعها اهو. طبعا اهو السمك زي ما انتم شايفين كده، قصيناها عملناها دايره زي ما انتم شايفين ولزقناها بالشمع. فلما اتلزقت بالشمع عملنا ايه، جبنا قطعه ثانيه، جبنا قطعه تحت كده مربعه صغيره خالص ولزقنا عليها الدايره اللي احنا عملناها بالشكل ده. وهوريكم جيت من قدام هي عملت ايه من قدام. جبت فوم تاني قطعه تاني مدوره ولزقناها على الدايره اللي ورا اهو، بصوا الشكل اهو. يبقى دي قطعه طويله زي الصباع كده، وتنيناها على بعض عملناها زي دايره ولزقناها بالشمع، عملناها دايره. ومن تحتيها كده جبنا قطعه مربعه ولزقنا الدايره عليها،
ومن قدام دايره تانية بس ايه مش مفرغه ولا حاجه، زي يعني ايه دايره كده ما فيهاش تترسم عليها يعني، ورسمت عليها بالقلم الفلوماستر كده زي ما انتم شايفين شكل الساعه، يعني 1 2 3 لحد 12 والايه والعقارب الساعه زي ما انتم شايفين كده. وطبعا جت من فوق جابت قطعه فوم من هنا مثلثه ومن هنا مثلثه زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده كده، دي الحته دي والحته الثانيه زي ما انتم شايفين قطعه كده وقطعه كده من الجنب الثاني مثلثين يعني، لزقت مثلث هنا ومثلث الناحيه الثانيه وحته صغيره بس رفيعه كده عملتها تنتها ولزقتها بالشمع زي ما انتم شايفين، ادتنا شكل الايه جرس المنبه كده. ده كده ايه المنبه بتاع باربي لما يضرب وصحاها من النوم تروح مدرستها. دي الاباجوره بتاعتنا سهله جدا، قطعه فوم برده مربعه من اللون الابيض نفس السمك ده اللي هو سمك الفوم التخين ده، وجابت شاليمو او شفاطه او زي ما بتسموها يعني، قطعه شاليمو صغيره كده من اللي هي التخينه اللي بتتني دي اللي في سوسته، خدنا منها قطعه اللي هي السليمه اللي ما فيهاش سوسته ولا حاجه، وجابت قطعه فوم زي ما انتم شايفين اهو قطعه مدوره من فوق وبعدين قطعه ثانيه لفتها عليها وعملتها زي كوبايه يعني، وبعدين حطيت فيها شمع من جوه القطعه دي من جواها حطيت فيها نقطه شمع ولزقت فيها الشاليمو بالشكل ده كده، ولما اتلزقت سيبناها ينتنت عليها كده بصباعها شويه لحد ما ايه الشمع نشف، وبعدين جابت قطعه الفوم المربعه دي ولزقتها فيها بقت شكل ايه زي ما انتم شايفين شكل الاباجوره تحفه جدا بالمنبه بتاعنا، وحطيناهم ولزقناهم على الكومودينو بالشكل ده عشان ما فيش حاجه تقع كده ولا كده زي ما انتم شايفين اهو ثابته جدا، وبعدين بتدي شكل جميل جدا في الغرفه بتاعت باربي اهو بالشكل ده كده. ايه رايكم؟ يبقى كده خلصنا قصه السرير بتاعتنا والكومودينو بالاباجوره بالمنبه بتاع باربي. طبعا هنا الحيطه معموله ازاي، دي كرتونه ميه عاديه، دي كرتونه كانت لحد هنا كده، فطبعا شافت ان ايه الكرتونه طبعا لازم نكبر اوضه باربي شويه مش زي اوضه ستيسي ولا تشيلسي ولا سكيبر ولا حاجه، لا حبينا نكبرها عشان فيها شويه حاجات زياده شويه عن اوضهم هم. طبعا عملنا ايه دي كرتونه عاديه مفتوحه من السقف زي ما انتم شايفين، ومن الجنب ده ما شالتش الجنب كله بقى، يعني الجنب الوش الكرتونه كده موجود زي ما هو، والجنب ده موجود زي ما هو، والارضيه موجوده زي ما هي، جينا بقى في الجنب ده شلنا اغلبه وسيبنا بس الحته دي. تفهمني يعني انا الكرتونه سليمه الجناب بتاعتها سليمه زي ما هي، الا الجنب ده ايه شلنا اغلبه وسيبنا بس حوالي ايه 7 سم او 8 سم من الكرتونه، بقت الكرتونه بالشكل ده كده، شلنا الحته دي يعني الكرتونه كان كده شلنا الجزء ده كده وخلينا دي. فاهمني؟ بعدين جابت قطعه من الكرتون ثانيه لزقناها هنا جنبها بس على بره طبعا، يعني ادت منظر الاوضه بالشكل ده اكن في عمود في النص. فاهمني؟ يعني كده الكرتونه زي ما هي، والجنب ده حته بس شلناها طويله شويه وخلينا حته بس صغيره زي ما انتم شايفين كده، وجبنا قطعه من الكرتون قطعه ثانيه من كرتونه ثانيه يعني، عملنا جنب فيها ولزقناه في الجنب ده، الجنب اللي هو طالع ده بارز لبره ده كده، قطعه من هنا وقطعه من هنا، دي قطعه زياده على فكره، يعني الكرتونه مش بالشكل ده، الكرتونه كانت لحد الاحمر ده كده وخلاص كده خط كده لحد هنا، كانت الكرتونه كده مقفوله كده، فشلنا الجنب ده كله ما عدا بس حوالي 7 سم من الكرتونه، وبعدين جبنا قطعه من الكرتون بالشكل ده كده لزقناها هنا كده الظهر ده كده، حطيناها على الحرف ده كده، حطينا عليه شمع ولزقنا حته هنا، وجنب تاني كده حطينا اهي الجنب التاني كده برده لزقناه في الكرتونه التانيه، ادتنا شكل الاوضه بس كبيره جدا اكن حوالي كرتونتين في بعض، يعني ايه اكن جبنا كرتونتين ولزقناهم، بس انا بوريكم المنظر بتاعها واتعملت ازاي، يعني بشرح لكم هي اتعملت ازاي بالظبط. يبقى كده خلصنا الايه شكل السرير وشكل الكومودينو بالاباجوره والمنبه، والحيطان معموله ازاي زي ما انتم شفتوا. وهنا طبعا الحيطان دي معموله عليها ايه ملزوق عليها ورق حائط لونه احمر، طبعا بيتباع في المكتبات بس المكتبات الكبيره شويه، في منه اسود واحمر وابيض في الوان كتير، السمك بتاعه بلاستيك وتقيل شويه، يعني لما باجي اخلعه واشيله من الورقه بتاعته عشان الزقه بيتلزق بيديني لمعه كده وبيبقى تقيل ما بيتقطعش بسهوله وما بيبقاش خفيف ولا حاجه، وطبعا مش شفاف ما بيبينش الحاجه اللي وراه، فطبعا لزقناه على الحيطه على الجنب ده، طبعا احنا عايزين ندخل الديكورات في بعض والوان في بعض، فعملنا ايه لزقت اللون الاحمر في الجنب ده كده، وجابت كراسه الرسم رسمت عليها قلوب بالشكل ده وقصتها على شكل قلب، وحطينا القلوب دي ايه حطت القلوب دي على الحيطه، ادتنا شكل اكن الحيطه هي طبيعتها كده مدهونه، يعني اكنها مدهونه احمر في ابيض، اكن الابيض ده قلوب مدهونه في الحيطه، لكن ده ورق رسم عادي مرسوم قلوب كده ولزقتها على الحيطه بالشكل زي ما انتم شايفين ده كده. ودي طبعا العروسه باربي لما جبناها كانت عليها صور ليها، فقصينا الصور دي وحطيناها زي برواز في اوضتها زي ما انتم شايفين، طبعا الحدود بتاعه العلبه كان لونها اسود فسيبنا اللون الاسود زي ما انتم شايفين، عملت اكنها برواز وليه ايه الحدود بتاعته، يبقى دي صوره باربي الاصليه باللبس بتاعها زي ما انتم شايفين، وطبعا هي نفس باربي زي ما انتم شايفين اهي، نفس اللبس اللي هي لابساه هو اللي طالعه بيه في الصوره اهو، يبقى ده كده لبسها وده شكلها زي ما انتم شايفين. يبقى كده منظر الحيطان زي ما انتم شفتوا. هنيجي على الحيطه هنا طبعا دي باربي وصاحبتها، برضو الصور دي مقصوصه من العلبه فلزقناها على الحيطه، اديتها شكل بس براويز لدي باربي وكده، ودي نفس القصه باربي بس الشكل الثاني بتاع باربي، نفس اللبس بتاعها برضو بس دي الشكل اللي هي جسمها تخين شويه، برضو قصينا الصوره من على العلبه ولزقناها. انا حبيت بس نوريكم المنظر اكن دي يعني اوضه فيها اوضه بناتي، طبعا احنا عارفين البنات بتحب الصور وبتحب الرسومات وتحب الحاجات دي، فحبينا نحط لها صور ليها ولاصحابها بالشكل ده صاحبتها دي، والصوره الباربي طبعا وهي صغيره بالشكل ده كده. طبعا كل ده لزقناه على الحيطان عشان نوريكم يعني شكل ديكور يعني زياده، ان باربي طبعا مميزه عن اخواتها شويه، لا مش شويه ده هو باربي فعلا مميزه كتير جدا عن اخواتها، فحبيت ان انا ايه نعمل لها نزود لها ديكورات شويه يعني فاهمين. فطبعا الغرفه دي اجمل بكتير من بتاعه سكيبر ومن بتاعه تشيلسي، واكيد هتبقى اجمل من بتاعه ستيسي، فيعني فيها تمييز شويه، فيها زياده شويه في حاجات كتير، واكبر طبعا في المساحه، كبرنا المساحه خالص، فبصوا حتى الشكل فيه مساحه تمشي فيها في الغرفه زي ما انتم شايفين اهو.
طبعا هنا دي اللي انا قلت لكم كده الحيطان اتعملت ازاي، وقلت لكم البراويز اتحطت ازاي وكده، والقلوب اللي على الحيطه والديكورات والسرير والكومودينو. ودي طبعا زهريه عاديه يعني زي فازه او حاجه بلاستيك وصغنونه خالص، فطبعا هي باينه معايا في التصوير ان هي كبيره بس هي صغيره خالص. فطبعا حطيناها تدينا شكل في اوضه باربي زي ما انتم شايفين. لازم يكون في ورود، في شجر، في حاجات جميله كده. ودي طبعا التسريحه بتاعت باربي، برده قطعه فوم عادي ابيض عادي ومش تخين ولا حاجه، ملزوق عليه فوم جليتر على الحدود بتاعته بس كده، اديتنا شكل ان ده ايه المرايه بتاع باربي. ودي طبعا التسريحه بتاعتها زي ما انتم شايفين، طبعا بدراج عاديه من هنا ومن هنا. طبعا ده حته فوم زي ما انا قلت لكم من التخين مقصوصه عادي كده من فوق اهي، وحاطين عليها قطعه من الجنب ده وقطعه من الجنب التاني، ونفس القصه ايه، قطعه من هنا وقطعه من الجنب بتاعها التاني اهي. حتى انا هرفعها واوريها لكم شكلها عامل ازاي اهي، قطعه من هنا ومن هنا، ومن ورا فاضيه ما فيهاش حاجه زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو هقلبها لكم عدل اهي كده بالشكل ده كده. القطعه اللي هي من فوق دي من اللي محطوط عليها البرفانات، وحته من الجنب ده وحته من الجنب ده وبس. والشكل من قدام مرسوم عليه زي دراج كده. حتى انتوا تلاحظوا ان الفوم بصوا بالتاني ويتفرد عادي يعني عادي جدا ما فيهوش حاجه. ده الفوم التخين اللي انا قلت لكم عليه، بس لما بتحطه على الكرتونه او على الارض او على حاجه بيثبت ويبقى شكله روعه جدا. بس انا عشان شايلاه فمتني كده ومايل، بس انا هوريكم هو محطوط عامل ازاي اهو. طبعا لما حطيته اتعدل اهو، هو كده الشكل بتاعه شرحت لكم بالظبط اتعمل ازاي. هو سهل جدا، بس هي الموضوع كله في الفوم التخين ده والشمع وخلاص على كده. فوم جليتر والعمليه سهله جدا ما فيش حاجه. ودي طبعا قطعتين فوم احمر لزقناهم في بعض شكل مربع، وقطعه من فوق كده بيضه بالشكل ده برده من التخين، ادتنا شكل اكن دي ازازه برفان تخينه بتاع باربي شكلها حلو بناتي. ودي برفان ثانيه برده بالفوم الاصفر وفوم ابيض وعملناه بالشكل ده، فادتنا اكن ايه ازازتين برفان لباربي بالشكل ده كده اهو. كده تسريحه باربي والتسريحه من فوق المرايه والشكل ده كده. الجنب ده خلصناه خلاص. ندخل بقى على الجنب الثاني اللي هو يعتبر روعه جدا. مش عارفه اقول لكم ايه ولا مش عارفه اشكرها ازاي اختي الجميله دي. ده الكرسي هنشيله دلوقتي، هوريك بس الاول المكتب بتاعها برضو نفس عملة التسريحة، قطعة فوم أبيض من التخين، وقطعة من الجنب ده أهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وقطعة من الجنب التاني بالشكل ده. ودي كده مستطيلات معمولة على شكل درج، ودي مربعات صغيرة لونها بامبا أو بينك بالفوم اللي هو التخين اللي أنا قلت لكم عليه، قطعة صغنونة خالص مربعات صغيرة وعملناها بالشمع كده. هي عملتها على شكل إن إيه تدينا الدرج بالمقبض بتاعه زي ما انتم شايفين أهو. ده طبعا هنا الستاند اللي بيحطوا فيه الكتب بتاع باربي، طبعا قطعه فوم من تحت كده وعليها قطعه من الجناب على شكل مربع يعني تدينا شكل صندوق يعني فاهمني. هشيل لكم منه الكتب بالشكل ده كده وهوريكم اهو، يعني زي صندوق عادي جدا. قطعه من الجنب ده ومن الجنب ده من 4 جناب، وهي قطعه من تحت اصلا بنلزق ال4 جناب زي ما انتم شايفين. ودي كتب عاديه قطعه فوم جليتر عادي، واللي جوه ده فوم برضو او كرتون ابيض زي ما انتم شايفين. قصيته على شكل ورق يعني او ورق كتاب يعني، ولزقته جوه في قطعه الفوم بالشكل ده كده اهو. قطعه فوم متنيه اهو تنينها كده، وحطت جواها قطع كرتون ابيض اهو بالشكل ده كده، فادتنا شكل الكتاب اهو. حتى اللي يشوفه كده يفتكروا كتاب. ودي برده نفس القصه بس فوم جليتر فضي، فادتنا شكل ايه ان دي كتب بتاع باربي. ده الستاند اللي انا قلت لكم عملته ازاي. طبعا حطت الكتب بالشكل ده في الستاند بالشكل كده اهو، او بالشكل ده كده. حطت الكتب بالشكل ده على المكتب في الستاند. ودي طبعا قطعه فوم مربعه، وجابت قطعه من الكرتون زي ما انتم شايفين لونها ابيض. دي قطعه كرتون بيضه، اي علبه اي حاجه ظهرها مثلا من ورا لونه ابيض، كتبت عليه باربي وقلب هنا وقلب هنا، فده شكل كمان جميل جدا. ودي قطعه فوم صغيره تنيتها كده بالشكل ده ولزقتها بالشمع تدينا ايه اسم باربي اهو. بيتسند على المكتب بالشكل ده كده اهو. هتلف لكم من ورا واوريكم شكله عامل ازاي مسنود ازاي اهو كده. ده شكله طبعا نعدله بس كده عشان نوريكم الاسم بتاع باربي اهو بالشكل ده كده. وعندنا هنا قطعه من الفوم الجليتر قصاها بالشكل ده كده، وحاطين ورسمت هنا مربعات كده زراير اكن دي زراير لابتوب. ودي طبعا علبه عندها بتاعه لعبه قصيناها بالشكل ده كده. هي قصتها ان فيها اشكال وحاجات غامقه شويه وشكلها جميل جدا، ولون يعني نبيتي في بني في محمر كده في اسود، فادتنا شكل جمالي في اللابتوب بتاع باربي بالشكل ده كده اهو. والرسومات اللي عليه الزراير ونحطه على المكتب بالشكل ده. ده شكل بس لابتوب كده ايه بتاع باربي. طبعا هو شكله بس ايه مدي شكل جميل جدا طبعا عشان الفوم كمان لونه اسود، والرسومات فيها اسود في بني في احمر شويه عشان لون الاوضه مع الديكور مع اللون الاسود مع الحاجات دي مدي شكل جميل جدا اهو. ده المكتب بتاع باربي والحاجات اللي عليه الكتب والستاند والحاجه. هنيجي طبعا على الحاجه الجميله جدا الشباك اللي هي عاملاه طبعا بالفوم الابيض مربع، وفي النص عمود كده برده بالفوم الابيض بالشكل ده كده ولزقته. وبعدين حطت على الحيطه نفسها قطعه كرتون مرسوم عليها اشكال زي ما انتم شايفين كده، كان دي عمارات وده حمام طاير، فادت شكل كأن ده الازاز والدنيا مثلا قربت تليل. الشكل صراحه يعني مش عارفه اقول لكم ايه على الجمال والديكور يعني الفن اللي فيه، يعني حاجه روعه جدا والله جميله. يعني انا مبسوطه جدا من منظر الاوضه. انا حاسه ان انا حتى لو اشتريت بيت باربي نفسه اللي هو الغالي او غرفه باربي الغاليه مش هتطلع بالجمال ده صراحه. يعني دي اجمل بكتير من اي غرفه انا شفتها حتى في اللعب اللي هي بتتباع الغاليه بالافات دي. لا دي اجمل منها 100 مره. يعني مش عارفه اقول لكم ايه ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. انما طبعا دي اخر حاجه عندنا. ده البيانو بتاعنا بالترابيزه بتاعته. طبعا ده كان جاي مع لعبه كين ومامته اللي هم كانوا جايين مع بعض في علبه واحده، فكان جايه دي الالات الموسيقيه ده معاهم.
فدي حبينا نحطها بس ديكور في الاوضه زي ما انتم شايفين. اخر حاجه طبعا هنا الكرسي بتاعنا برده بالفوم الساده اللي هو التخين زي ما انتم شايفين. ده شكل من ورا اهو، شكل يعني طبعا هتبصوا على الشكل هتلاقوه عامل هنا خط كده ومن الجنبين كده ومربع بالشكل ده كده. ده شكل الفوم، الشكل اللي احنا عاملينه على الفوم يعني. هي عملت المنظر ده، جابت قطعه من الفوم بالشكل ده كده، قطعه من هنا ولزقتها كده. طبعا سمكها عادي، القطعه دي سمكها عادي، دي ودي قد بعض، ولزقتهم واحده من هنا واحده ايه على القاعده من تحت اهو، مربع تاني نفس المربع الشكل ده كده، لزقتهم في بعض، عملت واحده في الظهر واحده من تحت اكن دي القاعده بتاعته ده الظهر بتاعه، وقطعتين كده وقطعه من هنا قطعه من هنا وقطعه من هنا. القطعتين دول اكنهم ايد الكرسي. ومن تحت زي ما انتم شايفين جابت قطعه مربعه طويله يعني مستطيله كده، وقطعه من هنا وقطعه من هنا رفيعه وقطعه من هنا رفيعه، فادتنا شكل اكن ده ايه شكل السرير اللي هو بعجل، قصدي شكل الكرسي اللي هو بعجل، اكني شكل الكرسي اللي ايه اللي بعجل اهو بالشكل ده كده. انا عايزه بس يعني ايه تدققوا فيه وتبصوا كويس جدا اتعمل ازاي. طبعا الفكره انا وضحت لكم هي عملت الشكل ايه من هنا في الظهر وفي القعده بتاعته وفي الجناب زي ما انتم شايفين، ومن تحت عملت مربع زي ما انتم شايفين وحطت عليه القطعتين دول لازقين في بعض زي ما انتم شايفين كده. ادت شكل اكن ده يعني والله مش عارفه اقول ايه يعني، ما شاء الله اللهم بارك. الكرسي حتى شكله بصوا عامل ازاي، حتى لما يعني المنظر تحفه جدا، مدي شكل جميل جدا اهو. بيتحط هنا جنب المكتب زي ما انتم شايفين كده اهو. وده طبعا البيانو زي ما قلت لكم والصور بتاع باربي. وده طبعا شكل الشباك، شكل الشباك بتاعنا اهو. طبعا المنظر الرسمه نفسه مع اللون الابيض فمدي شكل جميل جدا في الغرفه. واللي طبعا على الحيطه ده طبعا الظهر كرتون، انما الوش هنا عشان يبقى ماشي مع الاوضه ابيض في احمر عملناه بالابيض اللي هو ايه، بصوا السمك بتاعه من هنا. ده ايه ده بقى، ده الفل او اللي هو الفوم او الفل اللي بيتحط مثلا في علبه بتتباع في كرتونه، مثلا لو انا جايبه كرتونه فيها حاجات بلاقي فيه فل ابيض زي ما انتم شايفين، حتى اللي هو بكور ده شايفين اهو، شايفين اللي هو بيتفتفت ده كده بيعمل زي الكور اهو. طبعا اكيد احنا عارفينه. فده بيتحط ازاي، ده احنا جبنا قطعه بالطول زي ما انتم شايفين حطيناها في ظهر الكرتونه من هنا وقطعه في الجنب بالشكل ده كده، فادتنا شكل يعني ايه، كملنا بقيه الاوضه بتاعتنا، كملنا الشكل بتاعها ابيض في احمر، فيعني دخلنا الالوان في بعض. يعني هي لما عملت الفن ده صراحه اللون اصلا الابيض مع الاحمر بيدي يعني منظر روعه جدا، انا مش عارفه اقول لكم ايه. فده كده منظر الاوضه بتاعتنا بتاعت باربي اهي بالشكل ده اهو كده، باربي وهي قاعده على كرسي زي ما انتم شايفين. طبعا داخله تذاكر يعني مش عارفه اقول ايه، منظر الكرسي مع المكتب مع الشكل الجمالي للاوضه روعه جدا. ودي طبعا هنا الارضيه عملناها بورق حائط لونه خشبي زي ما انتم شايفين اكن ده باركيه، فمدي شكل الاوضه. ودي قطعه من القماش اللي احنا كنا بنعمل بيها الفساتين والحاجات بتاعت قبل كده في الصنع اللي انا عملتها معاكم. دي طبعا قطعه عملتها مربعه كده ادتنا شكل سجاده في الارض. وطبعا زي ما انتم شايفين كده خلصنا الغرفه بتاعت باربي بالشكل ده كلها اهي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هتكون طبعا صنع اغراض مدرسيه، عشان في اصدقاء ليا طبعا محتاجين ان انا اعمل لهم اغراض المدرسه، فان شاء الله هعملها لهم. طبعا صاحبتي الجميله سلمى يعني طبعا انا ما بقدرش ارفض لها طلب، فحبيت ان انا ان شاء الله يعني افرحها واعمل لها طبعا الحاجه اللي هي محتاجاها. فان شاء الله هي كم يعني عايزاني اعمل اغراض مدرسيه، شنطه مثلا، اقلام، الوان، كتب، كشاكيل والكراسات بتاعتنا وكل حاجه تخص المدرسه. ان شاء الله هعملها في الفيديو اللي جاي وهوريكم ان شاء الله، يعني هعملها معاكم قدامكم كل حاجه، فهوريكم هيتعمل ازاي، وهتكون حاجات سهله وبسيطه وزي ما انتم شايفين كمان هتبقى شيك جدا وحلوه جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.